رغم إنه كان أصغر محل في الشارع. بس مفيش حاجة مش موجودة عنده. فاكرين العطار؟ فاكرين اللبان؟ فاكرين محلات الكاسيت اللي كانت بتبيع شرايط وبتعمل كوكتيلات؟ طب الساعاتي والعجلاتي والترزي بتاع زمان؟ محلات كتير كانت مالية شوارعنا على كل شكل ولون، ولكل محل حكاياته وذكرياته، حكاية صاحب المحل وحكاية اللي شغالين فيه، وحكاية لكل زبون. مش بس المحلات اللي كانت بتبيع، كان في ناس تانية بتبيع من غير محلات. ناس بتلف في الشوارع ليل ونهار تنادي على حاجات كتير للبيع. الصبح راجل بعجلة بيبيع جرايد، وراجل تاني بعجلة برضه بيبيع لبن، وعربية خشب فيها بليلة. بعدهم يلف بياعين الخضار والفاكهة. بياعين كانوا معروفين بالاسم وكل واحد فيهم عارف زبونه وبيروح له لحد باب بيته. يمكن تكون الحاجات دي كلها لسه موجودة بنفس ملامحها في شوارعنا القديمة والبسيطة، بس في طريقها للزوال. يمكن الزمن والتطور. الحاجات دي بقت بتتبدل بمحلات كبيرة فيها أنظمة حسابات ومبيعات وموظفين وخدمة عملاء وغيره. بقى سهل علينا نبدل كل الأماكن دي بمكان واحد. لو عجبك المحتوى هتلاقي الحلقة كاملة تحت الفيديو، وباقي الحلقات في الوصف. لايك، شير، سبسكرايب، وفعل جرس التنبيهات. اكتب لنا في كومنت أكتر فيديو عجبك، واقترح موضوع الفيديو اللي جاي، واسمك هيتكتب في الحلقة. يوتيوب يا ميديا.